بسم الله، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هعمل معاكم النوتيلا البيتي اقتصاديه. القوام بتاعها حلو. طعمها حلو ان شاء الله تعجبكم. هنعملها بطريقه سهله وبسيطه، ومكونات زي ما انتم شايفين كده بسيطه، مش هضيف لها اضافات كتير. تابعوا كده معايا الوصفه ان شاء الله تعجبكم. قبل ما ابتدي في وصفتنا، لاول مره بتشوفونا ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب للقناه. فعلوا كده الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وكومنت حلو منكم. لو في اي استفسار اكتبوه كده في الكومنتات وهرد عليكم. اكتبوا لنا كمان بتتابعونا من انهي بلد، وايه رايكم في وصفتنا النهارده، وايه الوصفات اللي حابين نقدمها معاكم. هحتاج معايا في وصفه النهارده عشان نعمل النوتيلا مع بعض بقوام حلو ومكونات بسيطه ان شاء الله. هحتاج معايا لبن بودر وكاكاو خام، معايا سكر، ومعايا ميه، ومعايا كمان شوكولاته خام اللي هي بتاعه المطبخ. دي مكونات وصفتنا. تابعوا كده معايا الوصفه ان شاء الله تعجبكم. هجهز كده باقي مكوناتي ونبتدي في وصفتنا النهارده. هقولكم تاني على مكونات الوصفه علشان نعمل مع بعض نوتيلا اقتصادية. القوام بتاعها تقيل، طعمها حلو، احلى من اللي بتشتروها من بره، وصحية كمان لاني مش هضيف فيها زيت خالص. انا هضيف فيها يعني مكعب من الزبدة كده او معلقة من الزبدة. تابعوا معايا الوصفة ان شاء الله تعجبكم. هقول لكم المكونات. معايا لبن بودر وكاكاو خام وميه وسكر، وكمان شوكولاته خام، شوكولاته مطبخ، ومعلقه كبيره كده من الزبده او مكعب من الزبده. والمكونات عندي ملهاش مقدار، يعني بنحط على حسب ما القوام اللي احنا عايزينه، وتبتدي الشوكولاته تربط معانا. تابعوا كده معايا الوصفه ان شاء الله تعجبكم. هبتدي اجهز المكونات بتاعتي وبعدين نكمل وصفتنا مع بعض. جهزت هنا كده المكونات. هبتدي دلوقتي اجيب الميه والزبده ونشتغل. اول حاجه عايزه اعملها، هبتدي اقطع الشوكولاته الخام بتاعه المطبخ اللي معايا زبده كده، احطها في الحاجه اللي هحطها على النار. معايا هنا طاسه حطيت فيها الزبده، وهبتدي كده اقطع الشوكولاته الاول. حطيت كده مع الزبده اللبن، وحطيت الشوكولاته، وهنزل بباقي المكونات اللي موجوده معايا. معايا كده الكاكاو الخام،
حطيت كده السكر وهخلط كله مع بعض، وبعدين انزل عليهم بالمية تدريجي لحد ما اظبط القوام اللي انا عايزاه. معايا كده هخلط كله مع بعضه وهبتدي ارفعهم على النار، ياخدوا غلوتين معايا كده على النار والقوام بتاعهم يتقل، وزي ما انتوا شايفين كده غليوا معايا. اقلب بقى فيهم واسيبهم يبردوا، ما اعبيهمش دلوقتي. بعد ما تبرد معايا ابتدي اعبيها. عملنا كده كل ما تبرد كل ما هتديني قوام اتقل، ولما نحطها في التلاجة هتجمد كمان عن كده. سبتهم برد شويه، طبعا لسه دافين معايا. ده القوام بتاعها، عملنا منه كميه كبيره، يعني ضعف اللي هنشتريه من بره. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. معايا هنا لسه في كمان في الطاسه اللي انا عملت فيها باقي كميه. ان شاء الله تجربوا الوصفه بالطريقه دي هتعجبكم. ما تنسوش بقى لو اول مره بتشوفونا لايك وشير وسبسكرايب للقناه، فعلوا كده الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وكومنت حلو منكم. لو في اي استفسار اكتبوه كده في الكومنتات وهرد عليكم. معايا ده القوام بتاعها زي ما انتم شايفين تقيل، وزي ما قلت لكم الشوكولاته معايا لسه دافيه. كل ما تهدى كل ما هتديني قوام اتقل من كده. حابين انتوا تخففوها براحتكم. والحلو فيها ان انا ما حطيتش فيها اي زيت خالص، حطيت معلقه من الزبده بس. خلصت كده وصفتنا النهارده. تابعونا وتابعوا وصفاتنا.